هتيجي ازاي يا رب؟ طب هتتحل ازاي؟ طب انا مش بعرف اعملها. اي رزق بيجيلك فربنا بعتهولك، مش الشخص اللي بيديهولك. اي اكل بتاكله فربنا برضو بعتهولك. الموزة اللي انا كلتها من شوية دي كان ربنا كاتبها باسم ان دي البسملة، انا اللي هاكلها محدش تاني. وقسوا على كده اي حاجة في الحياة. انا نزلت رحت مكان واشتغلت فيه، كان مكتوب لي ان انا اشتغل عشان كان مكتوب لي ان انا اخد الفلوس دي. نزلت شفت حد وصاحبنا، سبحان الله كان مكتوب لنا ان احنا نتصاحب. كل حاجة ربنا كتبها لنا وميسر لنا امورنا، فنقعد نقلق ليه بقى ونشيل الهم؟ وخلاص انتهت حلول الارض، الامر متروك لربنا. حاسه ان انا عايزه اقول الكلمتين دول عشان حاسه ان انا دايما لما بعوز حاجه بتشنج قوي، يعني بمسكها كده، بعمل كده على اعصابي، بضغط كده على اعصابي جامد. يعني شوفوا ضوافري تبقى معلمه كده في ايدي، انا كده للاسف يعني. بتعلم بقى دلوقتي التسليم، بتعلم ان انا اسلم اموري لربنا، لما عاوز حاجه اسلمها الاول لربنا. بتاعتك يا رب، هتيجي هتبقى بتاعتي، ما كانتش فهي ما كانتش بتاعتي. بس بهذه البساطة. مفيش داعي بقى ان احنا نتشنج ونمسك الحاجات ونمسك الاشخاص ونتعلم الاشخاص. هي لو ليا هتيجي مش هتروح لغيري والله، وهي لو لك هتيجي مش هتروح لغيرك برضه. استحالة لو رزق ليك هيروح لحد تاني، ليه؟ هو مكتوب باسم ربنا. كتب لنا الارزاق مش لان هو بيقرر لنا مصيرنا، ياريت والله، بس هو ترك لنا حرية الإرادة. هو كاتب عشان هو عارف ان احنا نتصرف ازاي. انا لو ليا واحدة صاحبتي هبقى عارفة ان هي تتصرف ازاي. مش حاجة صعبة على فكرة ان احنا نتوقع البني ادمين.